السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من دكتور بيوتي هنتكلم فيه عن أفضل منتجات للتخلص من الحبوب بشكل فعال وآمن جدا، وده لأن الفترة اللي فاتت اتكررت أسئلتكم عن الحبوب وازاي نعالجها ونتخلص منها ازاي. فالنهاردة جبت لكم أحسن منتجات نتخلص بيها من الحبوب بشكل فعال وآمن تماما. بس الأول حابة أفكركم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، وأكيد اشتراك في القناة، واكتبولي حابين الفيديوهات الجاية تكون عن ايه. دراسات كتير اتعملت على المضادات الحيوية وأثرها في علاج الحبوب، وكان في نتيجة ملحوظة جدا بالفعل، وده لأن المضادات الحيوية بتقتل البكتيريا اللي موجودة في الوش اللي بتسبب ظهور الحبوب والتهابات مع الوقت. ولكن اللي جاب نتيجة أفضل بكتير من استخدام المضادات الحيوية بس هي دمج المضادات الحيوية مع مادة تانية من مواد الريتينويدز اللي هم زي الأدابالين أو التريتينوين اللي مشهور بأكريتين أو الأيزوتريتينوين. كل دي مواد من عيلة واحدة اسمها عيلة الريتينويد، والعيلة دي كلها بتقلل من التصاق خلايا الجلد ببعضها، وبالتالي مش هتضغط على الحبوب. كمان بتزود معدل تقشير المنطقة المصابة بالحبوب علشان الحبوب تتشال بشكل أسرع. ومع استخدام المواد دي مع المضادات الحيوية زي الإريثرومايسين أو الكليندامايسين، مش بس هيقلل من وجود الحبوب ويزود معدل تقشيرها، لا ده كمان هيقلل نسبة التعرض للبكتيريا اللي ممكن تعمل حبوب أصلا، وهيساعد الجلد إنه يلتئم بسرعة من آثار الحبوب بعد كده. الجميل إن في شركات كتير بدأت تنتج كريمات أو مراهم تحتوي على المادتين مع بعض، مادة من مضاد حيوي زي إريثرومايسين أو كليندامايسين مع مادة من عيلة الريتينويد اللي اتكلمنا عليهم من شوية. والنهاردة هكلمكم عن منتجين يحتووا على المادتين دول، حاجة زي الأيزورومايديرم جل أو السيبانوين. المنتجين دول بيحتووا على مضاد حيوي الإريثرومايسين مع مادة من مواد الريتينويد اللي هي الأيزوتريتينوين، وكمان أسعارهم مناسبة جدا جدا. ولكن ليهم بعض النصايح والتحذيرات اللي لازم نقولها علشان نستخدم الدواء بشكل صح ويكون فعال وآمن معانا وما يحصلش منه أي التهابات. أولا ما ينفعش أبدا استخدام الكريمات دي مع الحمل أو الرضاعة لأنها ممكن تعمل مشاكل في الأجنة. تاني واهم نصيحة ان الكريمات دي لازم نستخدمها مرة واحدة بس بالليل، وتكون في اوضة ضلمة او ما يكونش فيه اضاءة، علشان الاضاءة ممكن تكسر المادة الفعالة وبالتالي كأننا ما عملناش اي حاجة ولا حطينا ادوية. تالت حاجة بقى وهي اننا لازم نعمل اختبار حساسية للكريمات دي قبل ما نبتدي نستخدمها لفترة طويلة. ممكن نبتدي الاول استخدامها بالتدريج، يعني مثلا اول 3 ايام بنحط الكريم لمدة 15 دقيقة وبعد كده بنشطفه، وبعد فترة أو بعد 4 أو 5 أيام نبتدي نزود المدة دي من 15 إلى 20 دقيقة ثم 30 دقيقة وهكذا، ولكن ما ينفعش نكتر المدة عن أكتر من 40 دقيقة. يعني ممنوع تماما إننا نحطه وننام بيه زي ما ناس كتير للأسف بتعمل. كمان مهم جدا بعد ما نشطفه إننا نرطب البشرة كويس جدا، لأن للأسف نتيجة للتقشير اللي هما بيعملوه للحبوب ممكن مع الوقت يسببوا جفاف بسيط للبشرة. والأهم من كل ده إننا لازم نستخدم واقي شمس يكون قوي جدا علشان الجلد ما يحصلوش أي حساسية أو التهابات من التعرض للشمس المباشرة أثناء استخدامنا للأدوية دي. لو احنا مش موجودين في مصر أو ما عرفناش نلاقي المنتجين اللي انتي قلتي عليهم دول، المفروض نستخدم ايه لعلاج الحبوب؟ هندور على أي منتجات في البلد اللي احنا فيها تحتوي على مضاد حيوي إريثرومايسين أو كليندامايسين، وبتحتوي على مادة من مواد الريتينويد زي الأدابالين أو التريتينوين أو الأيزوتريتينوين. مش لازم نلاقي المادتين موجودين في منتج واحد، ممكن نشتري منتجين منفصلين ونستخدمهم مع بعض. نستخدم الإريثرومايسين أو المضاد الحيوي مرة واحدة صباحا، ونستخدم أي حاجة من عيلة الريتينويد مرة واحدة مساء لمدة 30 دقيقة بالتدريج زي ما قلنا، وتكون طبعا في أوضة ضلمة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واكيد اشتراك في القناة، وتكتبولي تحت حابين الفيديوهات الجاية تكون عن ايه. Thanks for watching واشوفكم في فيديو جديد.